يا اخوان قلت للسهل هلا وقلت للصعب هلا. رسميا تأتي الموافقة من نادي النصر. الاتحاد قال حبيبي شروطي واضحة، ساديو ماني مجانا، عبد الله العمري مجانا إعارة، وتمشي جوتا وفليبي يا الصندوق اللي جد الاستدامة. قالوا خلاص دامك بتاخذ ماني نعطيك. والله يا هي للأمانة صفقة عبد الله العمري بتكون مكسب للاتحاد، تقوية الدكة مع شطة ومع كادش مع سعد الموسى، الفريق دفاعيا في أمان بإذن الله. جمهور الاتحاد بعضهم زعلان يقول نبغى يا حبيبي ما دعموك في كاس العالم، بيدعمونك الآن بعد ما عطوك راكوفيتش وعوار وديابي. خلاص ما عاد في ميزانية. لذلك الساديو ماني خذ من حمد الله مثال. بيئة الاتحاد أفضل من بيئة النصر بسنوات. هناك عندهم كريستيانو، هنا لا، ما في الا الاتحاد فقط. رسميا حسب كل الأخبار ساديو ماني يقترب جدا خلاص من نادي الاتحاد، طبعا وكمان معاه عبد الإله العمري. حاسب بمعاناتك والمباريات تعلق عليك، مالك الا فاز تي في ب 18 ريال بس، واذا علق تقدر تسترجع فلوسك، الرابط في البايو. والله بصراحه انا كاتحادي انا ماني عارف افرح ازعل. مستويات ساديو ماني مع النصر جدا سيئه، صح انه نادي النصر حيتكفل براتبه كامل، بس والله ما اعرف افرح يا جماعه ولا ازعل. بس ان شاء الله نادي الاتحاد يقدر يرجع ساديو ماني ايام ليفربول، لانه لو رجع صدقوني يا جماعه الاتحاد ما حد حيوقفه. اما عبد الله العمري صراحه دكل شطه ولا احلى، صراحه صفقه احس احنا كسبانين فيها يعني. ساديو ماني إلى الاتحاد بشكل رسمي يا جماعة الخير. تمت الصفقة اليوم يا أخوان، رسميا ساديو ماني ما عاد له علاقة في نادي النصر. طبعا الموضوع إعارة يا جماعة الخير لمدة موسم، لكن متأكد أن نادي النصر ما راح يرجع هذا اللاعب، لأن النصر اليوم بعد خروج ساديو ماني راح يجيب لاعب أجنبي سوبر، يعني مكان ساديو ماني لاعب آخر، فمستحيل أن حق موسم واحد حتى اللاعب الجديد مستحيل يقبل بهذا الشيء. على العموم يا جماعة الخير خروج ساديو ماني إيجابي لنادي النصر بشكل كبير. كان النصر يمشي ستيلس، يمشي لابورت، يمشي تاليسكا، يمشي مدري مين عشان ساديو ماني. الآن الموضوع واضح أن النصر ما عاد فيه مجاملات، ما عاد فيه أنا أخلي وأتعاطف مع هذا مبلغ عالي. النصر يضرب نار من حديد الآن. ساديو ماني إلى نادي الاتحاد، ونادي النصر راح يتعاقد مع لاعب سوبر. طبعا عبد الله العمري يا جماعة الخير في متداول انه ضمن الصفقة انه اعارة بعد مدة موسم. الى الان هذا شيء مو واضح، لكن باذن الله راح يوضح اليوم يا جماعة كل شيء. لكن المتأكد منه ساديو ماني اليوم مصادر اتحادية اكدت انه راح للاتحاد، هذا الشيء ايجابي صراحة ويقفل الموضوع بشكل نهائي. كل التوفيق للاتحاد مع ساديو ماني، كل التوفيق لنادي النصر مع اللاعب القادم. باذن الله تعالى يا جماعة الخير بنزل لكم اي شيء جديد هنا، ان الصفقة تمت، العمري ضمن الصفقة ولا لا، واللاعب الأجنبي الجديد لنادي النصر بنتكلم عليه هنا إن شاء الله. وبإذن الله تعالى فعلنا التوفيق، كل التوفيق للجميع، والسلام عليكم. يا حرام، أنا حزين وجمهور نادي النصر حزين. ساديو ماني وعبد الله العمري إلى نادي الاتحاد، أخذوا أفضل لاعبين عندنا، ولكن يستاهل نادي الاتحاد. نحن والاتحاد عينين في راس، نطالب من الصندوق تعويض نادي النصر بدل اللاعبين بلاعبين افضل منهم. دامكم جايبين اخ يا ساديو وانا حزين. اخ يا العمري والجرنتا. على حسب اخر الاخبار راح يتم تعويض مكان ساديو ماني بقلب دفاع نادي النصر. والله ما ادري كيف يفكرون الاداره الفنيه في نادي النصر. جيب لك طرف يسار، يبغون نعتزل. اي والله. والمواليد يقول لك فيه لاعب طرف يسار برازيلي عمره 19 سنه مهاري، نادي النصر قريب يتعاقد معه. والله اوضاع النصر جدا سيئه. اخ يا ماني، اخ يا عبد الله العمري والجرنتا، ولكن يستاهل جمهور الاتحاد، الله يبارك لهم. في كلام متداول ان صفقة ماني تمت للاتحاد، اعارة لمدة سنة مع عبد الله العمري، اعارة لمدة سنة. ممكن في كثير زعلانين من هالصفقة، في اتحادية يشوفون الصفقة هذه سواقة جنان. انا اتوقع عكس ذلك تماما. ما ادري ليش يا اخوان حاس ماني بينفجر مع الاتحاد. احمد موسى كان منجم في الدوري الانجليزي ومع نيجيريا في كأس العالم،
جاء للنصر شوت دروب. حاليا تكرر هالشيء مع ماني. ماني قبل ما يجي النصر ما كان مكسر الدنيا، بس كان يعني لاعب له ثقله، لكن برضو دروب في النصر. احنا نتوصل النصر فيه نحس في الجناح الايسر عنده. والجد يعني ماني وكريستيانو وتاليسكا تقريبا تشاركون في خصائص كثير، ما اشوفهم راكبين مع بعض، فما ادري ليش حاس ماني بينفجر في الاتحاد. الصفقه هذه اللي زعلانين منها، حاس نهايه الموسم بتصفقون له، بتشكرونه، هذه كلها حاسيس في النهايه يعني. المهم ايش رايكم لو تمت الاتحاد والعالم تقول انها تمت؟ ننتظر ونشوف. الله لا يحطني مكانك يا نصراوي، يا دوبك فرحت انه خرجنا حمد الله وسابوا ليه جاماني وفي سابوا ليه. طبعا اخوان انا اسف قاعد يعني اقول لكم الخبر السيء هذا، يعني اخبار تؤكد انه في الساعات القليله القادمه الاتحاد حيوقع مع ساديو ماني لاعب النصر المحترف السنغالي. يعني بلاش تشغل عقلك، انت يعني شايف بعينك اللاعب سيء جدا، سيء يعني من يوم جاء النصر الان له سنه سيء سيء. ايش تبغى ابو جايبه ليش؟ يعني مو كفايه نقلته حمد الله وبقيته بنزيما كل يوم يثبت انه سيء، كل يوم يثبت انه سيء. الان جايب ماني، اقسم بالله انه نخبه، اقسم بالله انه ما حيضيف ولا شيء حسب المعطيات اللي قدامنا، حسب مستوى اللاعب اللي قدامنا. تحس انه مسحور، مو ماني حق اول، لا لا لا، لاعب جديد هذا ما ندري من فين جاء، وضعه سيء ما حيفيد الفريق. والله انه نخبه، والله جوتا افضل منه، اكيد احنا نتطلع يعني لاعب افضل من جوتا. يعني ترمي لي جوتا وتجيب لي هذا، ما خسه من زعيط الا معيط. والله هذا اكبر ثاني خطأ ترتكبه الاداره. يعني احنا استبشرنا خير من البدايه انهم جابوا لنا موسى وعوار وكانتي والعيال، يعني ها لسه يعني تبسمنا شويه. جاي ماني والله النخبه. طيب انا الان كاتحادي متى اكون مع صفقه ماني ومتى اكون ضدها؟ وانا راح اتكلم في البدايه لما اكون ضدها، لان انا عارف الاغلب بيكون ضد الصفقه دي اصلا. فكره انك تجيب لاعب يعتبر هو مشكله لخصمك المباشر، هذه بحد ذاتها اسمها فشل. اي نعم اعرف انه هذا اللاعب كبير وله اسمه، واذا جاك الاتحاد راح يكون اضافه كبيره في النادي، لكن عنده. متى اكون مع الصفقه؟ انا لما انحد وما عندي غير ماني انا اكون مع الصفقه هذه، خلاص ما عندي غير ماني. العب بجوتا ولا العب بساديو ماني؟ اكيد بلعب ساديو ماني، لكن انا دام